السلام عليكم. طيب الليلة يا اخواننا حديثنا الليلة عن الكرش. ناس كتار يرسلوا لي عن موضوع الكرش وانه الكرش ده مؤزم. في الفيديو ده هنحاول نركز في ثلاثة حاجات. هنعرف الكرش واسباب الكرش، واخيرا في اخر الفيديو كيف ممكن نتخلص من الكرش. وده بالمناسبة موضوع ما صعب، لكن بس فيه خطوات لو سمعناها يمكن ان نتخلص من الكرش. طيب نبدأ أول حاجة تعريف الكرش. الكرش عبارة عن تراكم للدهون في منطقة البطن أو منطقة الخصر. تراكم الدهون ده بالمناسبة ما بيجي بين عشية وضحاها، يعني ما بيجي ساي، وبيجي نتيجة للطريقة بتاعت اللايف ستايل بتاعك، طريقة حياتك. بتاكل شنو، بتشرب شنو، بتدخن ولا ما بتدخن، معتمد اعتماد اساسي على حركتك. هل انت بتتحرك ولا بتتحرك، في رياضه ولا ما في رياضه. دي كلها عوامل بتعتمد عليها انه الكرش دي بتزيد ليه وما بتنقص ليه. طيب الحاجه الثانيه وحاجه مهمه جدا جدا، طيب لو جينا للاكل، كل ما انت زدت من كميه السكريات اللي انت بتاكلها كل ما كانت الكرش دي ما بتزح ما بتمشي، لانه السكريات فيها سعرات حراريه عاليه. كل ما دخل السعرات حراريه عاليه ما في حاجه اسمها انا والله بحرق الدهون دي. بتحرقها كيف؟ ما هي انت ما عارف كميه السعرات الحراريه اللي دخلتها دي من خلال السكريات اللي انت بتاكلها، او الاكل الدهني العالي الدهنيه اللي فيه دهون عاليه ده اللي انت اكلته. وانت لازم تفهم انه لابد من انك انت تزيد من كميه الخضروات والفواكه، وتزيد من كميه ال البروتينات. يعني البروتينات دي موجوده مثلا في شنو؟ موجوده في البيض. والبروتينات دي موجوده في شنو؟ مثلا موجوده في الجداد. لكن الجداد ده والبيض ده حاول بقدر الامكان انك تبعد من الحاجات المحمره او اللي عندها علاقه بالزيت. كل ما الزيت دخل كل ما زادت السعرات الحراريه. فحاول دائما انك الحاجات دي مثلا الجداد حاول انك تشويه وتبعد من انك تاكله محمر. البيض كل ما كان مسلوق كل ما كان افضل بالنسبه لك، وحاول تاكل البياض بعيدا عن الصفار لانه الصفار فيه كوليسترول عالي برضه. طيب نبعد قلنا من السكريات، نبعد من شنو يا اخواننا؟ من البطاطس المحمره، قلنا اي شيء محمر ده نبعد منه. نبعد من البرجر، برجر فيه زيت، كل الحاجات دي يا اخواننا فيها سعرات حراريه عاليه، وكل ما اكلتها كل ما عملت لك مشاكل، فاحسن تبتعد منها ابتعاد تام. طيب ده بالنسبه للاكل. بالنسبه للشراب حاول تبعد من المشروبات الغازيه. انا بقول للناس دائما كل ما انت زدت كميه يعني ده تشرب حاجه سخنه، اشرب قرفه، اشرب شاي اخضر، اشرب جنزبيل. دي المفيدات جدا جدا للتخلص من الكرش. في مفهوم غلط ما خاتينه الناس في راسهم انه الكرش دي سبب المويه البارده. المويه البارده ما عندها علاقه بالكرش. ما تغش نفسك بانه والله يا اخي المويه البارده هي اللي عامله لي الكرش. لا، الكرش ده هي طريقه حياتك. طريقة حياتك دي غيرتها انت يمكن ان تتخلص من الكرش. طيب ما خليها تعمل لي شنو؟ الكرش واحدة من الاسباب الرئيسية انها تعمل لك مشاكل، مشاكل في القلب، مشاكل القلب، ومشاكل بتاعت سكتات دماغية، ومشاكل بتاعت انقطاع نفس اثناء النوم، مشاكل كثيرة جدا جدا بسبب الكرش اللي انت ما جايب خبرها. الحاجة المهمة كيف ممكن أنا أتخلص من الكرش دي يا دكتور؟ التخلص من الكرش ما صعب. نتخلص من الكرش في 5 خطوات. نمرة 1، نراعي كمية الأكل اللي بناكلها، نبعد من السكريات تماما، نبعد من المشروبات الغازية، نزيد كمية الموية اللي بنشربها. دي كلها من الحياة المهمة جدا جدا في التعامل مع انك انت تتخلص من الكرش. الصباح لما نبدا يومنا في الصباح لابد من انه شنو؟ نبعد من البسكويت، نبعد من اللبن البودرة، نحاول بقدر الامكان نبعد من السكر تماما، نشرب موية الصباح عشان نطرد السموم من جسمنا. 2، الرياضة، ثم الرياضة ثم الرياضة. كل ما مشيت كثير، كل ما عملت رياضة، كل ما تخلصت من السمنة وتخلصت من الكرش. 3، بعد الساعة 6 مساء حاول انك ما تاكل، لانك كل ما اكلت المساء كل ما تراكمت الدهون في منطقة البطن ودي بتزيد. الحاجة الرابعة وحاجة مهمة جدا جدا، نبعد من التوتر ونبعد من السهر. كل ما كان في توتر وكل ما كان في
سهر، كل ما كان في اكل كثير، كل ما كان في سعرات حراريه بتخش، كل ما كان في زياده في شنو؟ في حجم البطن. الحاجه الخامسه والحاجه المهمه، لابد من انك انت يكون عندك اليقين وعندك المقدره وعندك القوه انك انت تتخلص من الكرش. الموضوع ممكن ياخذ معك زمن، لكن في النهايه حتنجح في انك يعني تشيل هذه البطن، والكرش دي تكون من الماضي بالنسبه لك.